موجز لأهم الأخبار، مرحبا بكم. مجلس القضاء الأعلى يعلن المباشرة بإجراءات التحقيق بمقتل عضو مجلس محافظة بغداد صفاء المشهداني، ويقول الحادثة ذات طابع جنائي مرتبطة بالتنافس الانتخابي بين مرشحي الطالبية. مواقع التواصل الاجتماعي تشهد غضبا شعبيا ضد تصريحات عزة الشابندر التي وصف فيها المكون السني بالمرتزق والداعم للإرهاب وانتخاب من يدفع لهم الأكثر. زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر بتدوينة جديدة يقول فيها: الله حي القوات الأمنية المقاطعون للانتخابات البرلمانية المقبلة، ويبعث لهم تحية احترام وسلام. السوداني يوجه وزارة الدفاع بتدقيق مستحقات متقاعدي الجيش السابق من عام 2003 ولغاية عام 2025 وإدراجها ضمن التخصيصات المالية.